قصتنا بتبتدي يا صديقي في شتاء 2019. تلات شباب، كريم وأحمد وعمرو، كانوا بيحبوا المغامرات وبيحبوا يصوروها عشان يوثقوا كل لحظة في حياتهم. سمعوا عن قصر مهجور في أطراف المدينة، الناس بيقولوا إنه مسكون، بس محدش كان عنده الجرأة إن يدخل القصر ده. فالشباب قرروا إنهم يدخلوا القصر ده ويستكشفوه بنفسهم. الساعة كانت 2 بعد منتصف الليل. لما وصلوا القصر كان كبير جدا، أبوابه متكسرة، الهوا كان بارد كأنه طالع من قبر. وبمجرد ما دخلوا سمعوا صوت الباب بيتقفل وراهم. عمرو خد الموضوع بهزار وقال شكل في حد بيهزر معانا، لكن أحمد اللي كان بيصور ساعتها لاحظ حاجة غريبة في الكادر. ظهر ظل طويل بيعدي من وراهم، حد مش حقيقي. ومن هنا بدأ الرعب الحقيقي. الظلال بدأت تتحرك لكن مفيش حد. كريم قال بصوت عالي: مين هنا؟ لو بتهزروا احنا بنصور وكل حاجة هتبقى متشافة. لكن المفاجأة، سمعوا صوت خطوات بطيئة من الطبق العلوي. أحمد رفع الكاميرا وقال يلا نشوف في ايه. لكن عمرو كان عنده رأي تاني، كان متوتر جدا ورفض انه يروح معاهم. قال لهم في حاجة غلط، أنا سامع في حد بيهمس باسمي. وهنا حصلت أول حاجة تخلي الدم يتجمد في عروقهم حرفيا. المرايات اللي كانت في الصالة بدأت تتشقق لوحدها، وبدأت تعكس صور وجوه مش بشرية ومشوهة تماما. لكن الأغرب إن الكاميرا بتاعت أحمد سجلت حاجة مستحيل العقل يفهمها ولا يفسرها حتى دلوقتي. في الكادر ظهر طفل صغير واقف في آخر الممر، بيبص عليهم وبيشاور لهم كأنه بيقول لهم تعالوا. كريم جمد قلبه وقال احنا لازم نروح وراه. وفعلا راح وراه لحد ما وصلوا باب خشب قديم. الباب كان متهالك وكان مقفول، وفجأة اتفتح لوحده قدام الكاميرا. وهنا كانت الكارثة الحقيقية. أول ما دخلوا الأوضة الباب اتقفل وراهم بقوة. التلاتة حسوا إنهم مش عارفين يتحركوا وكأن في قوة ماسكة جسمهم. وفجأة النور قطع والدنيا بقت ضلمة كحل، ولكن الكاميرا كانت لسه شغال وسجلت آخر حاجة: صوت همسات كتير بتقول لهم كنتم فين؟ كنا مستنيينكم من زمان. وبعدها التلاتة خرجوا من القصر بسرعة قوي. بس مش لوحدهم، من يومها حياتهم اتغيرت 180 درجة، وكل واحد فيهم بقى بيشوف الطفل ده في المراية. وبس كده يا صديقي،